تم تشكيل خلية يقظة تحت إشراف السيد المدير الولائي للتجارة لمتابعة التموين، هكذا باش نطمئنوا ساكنة الولاية بأن جميع المواد الواسعة الاستهلاك، سواء كانت الزيت، مادة السميد، مادة الدقيق، السكر، الحليب، حتى القهوة واللحوم المستوردة، راهي متوفرة وبشكل طبيعي. خلال شهر رمضان المبارك راح تكون عندنا بالنسبة لمادة الحليب راح يتوفر من 80 إلى 90 ألف لتر يوميا خلال شهر رمضان. نقول باللي كاين هناك وفرة في المواد الأساسية لواسعة الاستهلاك في المنطقة، من زيت ودقيق إلى غير ذلك، بأسعار وأثمان مقننة. ولهذا ننصح المواطنين ما يكونوش هناك ارتباك ولا بجمع كما نقولوا حنا شريان فوق اللازم. نوجه رسالة للمواطنين تاع سكان ولاية بشار، الكميه راها كاينه ان شاء الله، الكميه راها كاينه، كميه كبيره ان شاء الله، ونطلبوا من المواطنين تكون الاستهلاك يكون في محله ان شاء الله، تكون راه كاين الكميه